حد حميه زي ما حد حامي حسين لبيب. كل شويه يلف لنا بطريقه جديده يا باشا، زي ما حد حامي حسين لبيب. حسين لبيب انت بتكلمني خد كارد نص مليار في نص مليار، وانا سايب له نص مليار، والزمالك السادس لو مره من زمان وخسر 25 200 مليون بتوع كهرباء. ده ما ياخد 200 مليون من كهرباء خد 70 بالتقسيط. واقول تاني وقلت قدامكم حد رد ان في السم ما دفعوش بالهم 3 اشهر، وقلت قدامكم قضيه خالد طيب موجود، واسامه الدكتور اسامه موجود، احنا اللي عاملين الشكوى لانه هو اللي هرب، وعملنا الشكوى وحطينا له الشهرين بتوعه في حسابه. مش قلت كان ده معاكم؟ حد رد عليا؟ بعت فويس كمان، حد رد عليا بصوته يا باشا؟ حد رد عليا في الكلاب دول؟ لا. الواد عمرو ادم على لبيب على سليمان على القرف ده كله. تمام. ايه اللي حصل؟ انهم انتوا مشيتين 2020 فاخد حكم. تمام. جينا رفعنا السلاف لما رجعنا مشيتونا، خد ايه؟ حكم. كلمني انا اديك بالجزمه. انت غيرت المحامي ليه؟ عشان العموله والبتاع؟ ما انت كان عندك محامي مكسبك كل القضايا. كل القضايا مش كده؟ منهم كهرباء. انا تحديتهم حد يرد، حد فيهم رد؟ لا. ما اسمعش صوت كلبي بيهوى تاني. يا جمهور الزمالك، ادي قصه خالد بوطيب. الكلاب دول هم اللي عملوها، وهم اللي زي اشبونج ده اللي بيشتكوهم دلوقتي. راجل عامل فيديو بيقول صوت وصوره انا خدت كل مستحقاتي من رئيس نادي الزمالك. بعته لحسين لبيب، ما بعتوش المحكمه. احنا خلاص هو مش الواد النقاص دوت كنا انا اللي بعت له، قلت له الواد ده واخد فلوسه اهي يناير اللي جاي، وراح اداله 800,000 دولار، واخد بالك، واتحكم لصالح الزمالك بعد كده. بلاش قرف. ويا سياده الوزير يا اللي حامي حسين لبيب وممدوح عباس، ريحتك فاحت كفايه. ودلوقتي هتشوفوا الفراشه الذهبيه. الفراشه الذهبيه. اتقفلت. تمام. اشوفكم بعد طولين. الفراشة الذهبية، النفس راح. الرئيس المحترم للنادي الاهلي، وانا شايف من جميع الاهلاويه الزملكاويه المحلويه صحيح المشرفين. ايه بقى المطلوب مني بقى؟ سلمت على الخطيب يا كابتن يا استاذ. مش هي دي القضيه. سلم. هو انا جاي للخطيب اخطبه ولا جاي اعزيه؟ جاي اعزيه. شايف ازاي غياب مجلس نادي الزمالك الحالي برئاسه الكابتن حسين لبيب عن العزل؟ ايه السؤال؟ يعني هم ما حضروش غياب الاداره. لا انت قلت لي ثانيه واحده. غياب مجلس اداره الزمالك. مفيش مجلس اداره في الزمالك. دي لجنه معينه، اسمعني بس، دي لجنه معينها ضابط باتفاق مع وزير، مش وزير الشباب، هو اللي عين اللجنه دي. خلاص؟ ما تكلمنيش عن لجنه عار وتقول لي ده مجلس اداره. مجالس الادارات بتفهم في الواجب وتفهم. مش ليه بقى؟ المتحدث المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. لا عشان خاطري ما تقوليليش بقى عشان ده قد كده. احنا شوف الزمالك وصل ان ده بقى اللي قد كده. طب حضرتك ليه ثانيه اكمل بس يبقى خليه يكمل. خلاص. والله هو ما عارف حاجه احمد سالم ده، ولا عارف هو فين اصلا. بس احنا عايزين رد على حته العقد اللي بالعربي والعقد اللي بالانجليزي. اصبري انت ايه؟ بلعب. حطينا له كان ليه شهرين حطيناهم في حسابه في البنك. واشتكينا احنا. مين اللي شكى؟ الزمالك. لان هو اللي مش عايز يجي ولا عايز يعمل عمليه. 2020 اخر 2020 حصل لنا ايه؟ مشينا. كسب القضيه اول درجه، رجعنا عملنا استئناف، راح امير سافر سويسرا وقدم كل المستندات. تمام؟ راحوا مغيرين، مشينا، غيروا المحامي، جابوا محامي عشان عمرو ادهم واتهم والاشكال دي احمد سالم اللي اتعملتوا عليها دي. خلاص؟ مشينا احنا. هو قدم مستند، انا مقدم عكسه لحسين لبيب ما قدموش. ايه المستند؟
قال ما اعرفش عربي، انا فرنساوي. تمام. اللي انت بتقوليه دلوقتي بعت لحسين لبيب فويس بصوت خالد بوطيب بيكلمني انا اللي ما اعرفش مين اللي جابه اصلا ما ينفعش ينزل الملعب اصلا ما ينفعش ينزل. ده احمد مجدي يا جماعه اللي بيخطئ. يا لهوي يا لهوي احمد هتجيبوا لي تخلف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ولا زيزو يلا امشي يلا امشي يلا انت مجنون امشي. تلعب مع مين؟ هتلعب مع مين والله؟ انت شفت اللعيبه في الملعب عامله ازاي؟ هتلعب معاها هتتبهدل يا ابني والله. والجمهور العظيم بتاعنا اللي على النت، الجمهور الكبير قوي اللي على النت ده يقول لك يا زيزو بطل، يا زيزو اعتزل، يا زيزو. والله العظيم هيقول لك كده بعد اول ماتش تلعبه وحش او ماتشين او يحصل اي حاجه، او مثلا الاعلام يهيجوا عليك بقى، يهيج بقى ايه؟ يقول لك زيزو ايه؟ مستواه تراجع. يجي بقى الجمهور بتاعنا العظيم الجامد ارحل يا زيزو اعتزل يا زيزو. يا ابني امشي ما تجيش. وانت عم بن شرقي خليك في باريس ما تجيش والله. اللعبه دي لا تصلح ولا المدرب يصلح. مفيش اي حاجه، في برود شديد عند الاداره وعند الجمهور وعند كل شيء. مفيش حاجه يعني خلاص هذا الامر يعني اصبح معتاد. بيتغلب بيخرج بيطلع وهم خارجين متضايقين بيعيطوا بيقعوا على الارض. طب ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ طب كنت انسحب يا اخي اكرم لك خلاص بلاش. هتقول لي اصل انا خايف من العقوبه. ليه هم هيعاقبوا الاهلي؟ تاني ليه هم هيعاقبوا الاهلي؟ تالت ليه هم هيعاقبوا الاهلي؟ تعبت مش عارف اخد اجازه حتى وانا قاعد بتفرج على الماتش. الصوت يا سكس بانس، الصوت يا عم انت وهو، وانت يا بنت خش جوه واحده واحده زميلي على الرايق هيجرى لك حاجه. حد حميه زي ما حد حامي حسين لبيب. كل شويه يلف لنا بطريقه جديده يا باشا زي ما حد حامي حسين لبيب. حسين لبيب بيكلمني خد كارد نص مليار في نص مليار وانا سيب له نص مليار. والزمالك السادس لو مره من زمان وخسر 25 200 مليون بتوع كهرباء. كهرباء اللي ما ياخد 200 مليون من كهرباء خد 70 بالتقسيط. واقول تاني وقلت قدامكم حد رد ان في السم ما دفعوش بالهم 3 اشهر. وقلت قدامكم قضيه خالد بوطيب موجود واسامه الدكتور اسامه موجود. احنا اللي عاملين الشكوى لانه هو اللي هرب وعملنا الشكوى حطينا له الشهرين بتوعه في حسابه. مش قلت كان ده معاكم؟ حد رد عليا؟ بعت فويس كمان حد رد عليا بصوته يا باشا؟ حد رد عليا في الكلاب دول؟ لا. الواد عمرو ادم على لبيب على سليمان على القرف ده كله. تمام. ايه اللي حصل؟ انهم انتوا مشيتين 2020 فاخد حكم. تمام. جينا رفعنا السقف لما رجعنا مشيتونا خد ايه؟ حكم. كلمني انا اديك بالجزمه. انت غيرت المحامي ليه؟ عشان العموله والبتاع. ما انت كان عندك محامي مكسبك كل القضايا. كل القضايا مش كده؟ منهم كهرباء. انا تحديتهم حد يرد، حد فيهم رد؟ لا. ما اسمعش صوت كلبي بيهوى تاني. يا جمهور الزمالك ادي قصه خالد بوطيب. الكلاب دول هم اللي عملوها وهم اللي زي اشبونج ده اللي بيشتكوهم دلوقتي. راجل عامل فيديو بيقول صوت وصوره انا خدت كل مستحقاتي من رئيس نادي الزمالك. بعته لحسين لبيب ما بعتوش المحكمه. احنا خلاص هو مش الواد النقاص دوت كنا انا اللي بعت له قلت له الواد ده واخد فلوسه اهي يناير اللي جاي وراح اداله $800,000 واخد بالك واتحكم لصالح الزمالك بعد كده. بلاش قرف. ويا سياده الوزير يا اللي حامي حسين لبيب وممدوح عباس ريحتك فاحت كفايه.